الليلة هعمل لكم التميس بالجبنة. ده عيش أفغاني اسمه التميس الأفغاني، في منه سادة وفي منه بالجبنة، جميل جدا ومشبع جدا. السادة ممكن يتاكل بالفول أو العدس، وبتاع الجبنة زي ما انتوا شايفين بكوباية شاي بيطلع رهيب. هحتاج ل3 كوبايات كبيرة من الدقيق، هضيف لهم ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح. دي المقادير الجافة. هنقلبها مع بعض كده تقليبة خفيفة. بعد كده هضيف فنجان من الزيت وملعقتين كبيرة من الزبادي. الزبادي طبعا بيهشش العجينة، ممكن نبدلها بلبن البودرة. هنضيف موية دافية دافية، أهم حاجة ما تكون سخنة، تقريبا كوباية إلا ربع بالتدريج، يعني نضيف شوية ونعجن. أهم حاجة الموية ما تكون حارة سخنة، لأنها بتتلف الخميرة، فتكون دافية. نعجن 3-4 دقايق لغاية ما يتحصل على عجينة طرية وناعمة بالطريقة دي. أهم حاجة العجينة ما تكون قاسية، تكون لينة بالطريقة دي عشان يطلع معانا الخبز حلو، ما يكون ناشف شديد. بعد كده هنديه مسحة زيت، نغطيه ونخليه لمدة 45 دقيقة أو ساعة يخمر في مكان دافي. بعد عدة 45 دقيقة العجينة خمرت تماما. هديها تقليبة بسيطة كده، أطلع منها الهواء. بعد كده شوية دقيق، رشة دقيق، وأنزل العجينة في الدقيق. هأقسمها لنصين، بتكفينا تقريبا لعيشتين. مقاسهم حلو جدا، لأنه طبعا الخبز التميس الأفغاني ده بيكون كبير مقاسه، فدي بتكفينا لحبتين. طيب هيحصل كالآتي: هنفرد بيدنا كده فرد خفيف. بعد كده هنحشيها بجبنة شيدر، الكمية اللي انتوا بتحبوها. هنقفلها بالطريقة دي، تكفيلة محكمة كويسة جدا ومحكمة عشان الجبنة بعدين ما تسيح معانا وتطلع ببر الخبز. وبعد كده نبتدي نفرد بالنشابة. هنفرد لغاية ما تجينا الخبزة رهيفة شوية بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، والمقاس بنتحكم فيه زي ما احنا عايزين او على حسب مقاس الصينية بتاعتنا. الصينية يا اما دهناها بزيت او خدتين عليها ورق زبدة بالطريقة دي. هننزل الخبزة كده، وبعد كده بشوكة هنعمل فتحات عشان بعدين مع الحرارة ما ينتفخ معانا الخبز. هنعمل فتحات كويسة كده، وبعد ذاك دهنة خفيفة كده بالحليب، وممكن ندهن بالموية عادي على فكرة. هندهن دهنة خفيفة، وآخر حاجة هنديها رشة من السمسم مخلوط مع حبة البركة. وبس كده الطريقة انتهت. هندخله فرن على درجة حرارة 200 في الأول من تحت بس لغاية ما يتحمر من تحت كويس جدا، بعد ذاك نفتح من فوق، وطبعا مع المراقبة. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. الخبز ده بجد جميل جدا وطعمه رائع ومشبع، فيه قرمشة كده لذيذة. وسهل تحضيره، ما بياخد مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. زي ما قلت لكم السادة منه مع الفول حاجة كده ما تخلص، وحق الجبنة كمان مع كوباية شاي وانتهى الكلام. جربوه، سهل جدا. كل المقادير هتلقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. وما تنسوا تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة لو ما مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. ومع السلامة في وصفة جديدة.